يمكن والد المدام التانية. جايز يمكن. مش عارفه وارد بجد، جدا. هو سالني كده حتى انا لما بقول له دكتور يعني بعد اذنك استنى بره لما اخلص هسلم عليك عشان انت الفقره الاخيره، فقال لي انا اسف بس انا شكلي عملت مشكله او شكلي عملت حاجه. لا لا خالص. لا انا حتى انا مش مندهش حتى انه يعرف اسمي، بس احنا ما مش عارفة. تقابلناش، ما اعرفش. مش عارفه هو ده بيقول لي يعني هو كلاينت عندي بس انا ما انا حسيت اني عملت مشكله فانا اسف لان انا داخله يعني يعني مش حاجه بايله كده بقول له دكتور بعد اذنك استنى يعني بره استوديو عشان نخلص الحلقه احنا متاخرين فما تدخلش تاني. فانا اسف انا شكلي عملت مشكله او حاجه بس هو كلاينت عندي وانا بكلمه عادي ما اعرفش ان هو ليه قال ما اعرفوش احنا لسه واقفين مع بعض. لا بس هو يمكن تشابه عارفة. جايز شبه يكون اسماء يخلق من شبه 40. طب يلا بينا يلا يلا يمكن انا اكون شبه ناس كتير ولا حاجه. ورجعنا لكم تاني من الفاصل وبرنامج فري تايم وألذ كابل. ألذ كابل بجد. شكرا. قولوا لي بقى الثقة بين الزوجين، يعني الثقة دي دايما بيقولوا ان هي صعبة تتبني سهل تتهد. فانتوا شايفينها ازاي؟ يعني استاذ حسام شايف الثقة دي حاجة غالية قوي ولا انت بتاخد الريسك فيها شوية ولا ايه؟ يعني ايه قيمة الثقة ما بينك وما بين مدام أميرة؟ اقول لحضرتك حاجه صغيره، انه بدايه الثقه ان الانسان اولا يثق في نفسه، مم. هيعرف يثق في الاخر. ولما تبداي تختاري ويبقى اختيارك اقرب ليك لاحتياجاتك واختيارك اقرب لمتطلباتك فلازم تثقي. اه فلما تثقي ما ينفعش تشكي. طب لو اتوثق فيك ينفع ان انت تخون الثقة دي؟ لا صعب طبعا. استاذ حسام بما انك ذكرت المجتمع الذكوري وذكرته قوي، انت مع تعدد الزوجات بما ان ده السائد في المجتمع الذكوري؟ مش المجتمع الذكوري، هو المجتمع العربي العربي والذكوري طبيعي. بالاخص يعني في طبيعي. راجل ما هو ده طبيعي، تعدد الزوجات منطقي وطبيعي وفطري وديني وكل الاشياء، يعني كل الحاجات ديت بتقول انه زوج وزوجه، ممكن يكون في زوجه تانية، ممكن يكون في زوجه ثالثه، ممكن معقوله يكون في زوجه رابعه. الانسان ممكن بس لو يقدر، لو ينفع الانسان ممكن يوزع مشاعره على 2 و3 و4 حتى لو ده مع الدين. انا طبعا لا جدال في الدين، بس هل المشاعر بتتوزع بتقسم؟ يعني المشاعر زي التورته؟ قلب الراجل فيه 4 حجرات، تصدقي؟ 4 حجرات؟ رايك ايه مدام امير؟ بصي حضرتك، هو انا بالنسبه لي انا لا انا رايي معارض ليه تماما. انا مش مع ده خالص، لان هو ربنا قال ايه؟ مثنى وثلاث ورباع وان خفتم الا تعدلوا فواحده ولن تعدلوا. فهو اكيد لو الراجل اتجوز اكتر من واحده كفه قلبه هتميل لحد اكتر من التاني. تمام. فانا لا مش مع التعدد خالص. لو انت شايف ان الزوجه مش مكفياك خلاص ننفصل بهدوء وروح شوف حد تاني هو ممكن يعني يملأ الفراغ ده. تنفصلي بعد الشر لكن ما تستقبليش بالزوجه انا يعني انا كشخصيه اميره انا ما اعرفش اعيش وحد تاني مشاركني في جوزي. لو يعني مدام اميره حاجه ذو قيمه عندك في حياتك مش كده؟ ممكن تاخد الريسك في علاقتك بيها؟ ان هي قالت دلوقتي لو اكتشفت او عرفت او انت طلبت انك تتجوز هي هتنفصل او هتسيبك، فهل انت ممكن تعمل ده وتاخد الريسك في علاقتك بيها؟ لا، طول ما الزوجه متهيألي قادره تحقق التوازن المطلوب في بيتها وعلاقتها بزوجها، فهي دايما بتبقى جديره بيه. مش حاساك يا استاذ حسام. هنطلع فاصل ونشوف كده استاذ حسام طيب ولا لا. انا متحيز للمراه بس هو خلينا نتحيز لها قوي. فاصل وارجع لكم تاني. انا بص انا متحيزه للست بزياده دلوقتي. بصراحه ضدك. ليه بس؟ مش ما هو المجتمع الذكوري ده اللي فيه تعدد زوجات بقى موجود وانا عمري ما اقول ان هي تستحق ان انا اعدد عليها. ان في حد عايز يحرك بره. ايه خير؟ مش عارفه والله. هو انا وقفت فاصل عشان كده. في حد جاي لي المدينه مش عارفه. روح يا بيرو اشوف مين في ايه مين بره. انتي فعلا بجد يعني هو ده رايه ان هو ولا ده عشان كاميرا؟
حسام يعني انا حسام لا مش يعني هو مش بيفكر ان هو يتجوز عليا، بس هو لا ليه لا يعني لو الراجل قادر وتمام. يعني هو عنده مبدأ تعدد الزوجات اصلا؟ ما عندوش مشكله. طب وانتي ما بتخافيش؟ ما ايه؟ ما بتخافيش بصي مثلا اصل انه هو ممكن، ما هو عنده المبدأ فالفكره بقى ممكن تنور في دماغه؟ بصي حتى لو ده حصل فانا بالنسبه لي العقد شريطه المتعاقدين. انا دلوقتي متفقه معاه ان هو لو ده حصل فانا هبقى بره حياتك، من حقي، انت حقك انك اخترت حد تاني غيري يريحك، خلاص اب تو يو يعني. انتي دي ما حاجه حسيتيش بتوتر شويه كده لما الدكتور دخل سلم عليه وقال لا له يا لا ابو سليم خالص، او لا كده؟ خالص 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 خالص. ليه؟ بصي هقول لحضرتك على حاجه يعني والله لا مش غرور في شخصيتي انا طبعا. كأميرة، بس يعني قبل ما انا واثقه في حسام انا واثقه في نفسي. طبعا. انا عارفه انا ايه وعامله ايه. وحسام صريح، مش من النوع الرجاله اللي ممكن يلف ويدور. لو عمل هيجي يقول لي انا عملت. هو جوز حضرتك كان مسافر من شهر الغردقه؟ لا من شهر كان في الغردقه من شهر شهرين كان في الغردقه. وكان قايل لي بس فهو لو عمل مش هيخبي. فطالما احنا يعني انا كمان انا صريحه. طب لو طلع مخبي؟ ما خلاص لو طلع مخبي اوكي ما فيش مشكله. هتعملي ايه لو طلع مخبي ان هو متجوز يعني ما انا قلت لك خلاص يعني احنا دلوقتي هو اوبشن واحد ملوش تاني. انت اخترت حياه تانية من حقك، دي حريه شخصيه، بس انا كست ليا حريه. مش عارفه اقول لك ازاي، بس احنا ستات زي بعض. بس هو عارف الدكتور. ايه يا بابا في انا ما ينفعش اكمل بعد اذنك، يلا بينا. لازم ننهي ليه؟ الحلقه ونتحرك. احنا فاضل لنا فقره واحده. لا انا مش هقدر اكمل بالجو الموتر دوت. ليه؟ في حاجه حصلت؟ لا ما فيش، مش مشكله، بس في ناس بره كده مش مظبوطين فمش هقدر طب احنا ممكن خلاص هناخد 5 دقايق وننهي. 5 دقايق بالظبط ونسال كام سؤال كمان مش هقدر يا جماعه ان اكمل الحلقه بالشكل ده. معلش يا استاذ حسام عشان خاطري. انت هتضرب لي حلقه بيوم كامل تصوير؟ ليه؟ ايه اللي وترك طيب؟ لا مفيش حاجه. طب عشان خاطرنا، طيب عشان خاطر مدام وعشان خاطري انا قاعده للساعه 4 اهو بصور معاكم. نخلص الحلقه يعني خلاص. اللي حصل هنختم وندخل على طول الفقره اللي بعدك وراك على طول، بس نكون ختمنا ونسيب بتقييم للجمهور. ايه رايك؟ اوكي ماشي. يلا بينا يا جماعه عشان الضيف عايز يمشي. يلا يا جماعه عشان الضيف عايز يمشي. لا ما ورجعنا لكم تاني بألذ كابل. بس انا بتحيز للستات وانتوا عارفين كده، بس النهارده انا متحيزه لمدام اميره بنسبه 1,000,000%. هكون فرحانه لو الكابل دول كسبوا الحلقه عشان مدام اميره بس. بجد ميرسي. مثال للزوجه المصريه والعربيه البيرفكت. لا ما تهزرش. خدتوا اكتر من وقتكم وانا معلش يا عندي دكتور لسه والله. طريق فكده كتير. طب يلا بينا. معلش بعد اذنكم بقى عشان نستلم منكم. فرصه سعيده يا استاذ حسام، فرصه سعيده جدا. انا اسعد. هو دكتور هو استاذ حسام بيقول ان هو ما يعرفش حضرتك، ما شافكش قبل كده. احنا اتعرفنا على بعض بره اصلا. لا يعني دي اول مره تشوفوا بعض النهارده. جايز احنا أيوة. يعني بس حضرتك قلت لي ان انت تعرفه من قبل كده. لا ده هو زي ده يعني بشبه عليه مش اكتر. بس انت قايل لي بره وانا قايله لها الكلام ده ان شاء الله لو في حاجه في السكه بقى. تمام. اكيد لا. اكيد لا ليه؟ اكيد ما فيش حاجه. لا ربنا يسهل لكم ان شاء الله. ان شاء الله دكتور بس حضرتك قلت لي في الكنترول روم ان انت تعرفه. يعني ايه؟ انا قلت لك كده؟ أوه. قلت لك اعرف واحد شبهه. لا قلت لي تعرفه هو. لا يخلق من الشبه البعيد، قلت لك اعرف واحد شبهه ومش عارفه هو. اما اللي انت عرفت منين هو كان في الغردقه من شهرين او شهر؟ انا؟ دكتور انا قلت لها على فكره، وكان المايك مفتوح على فكره، فهي يعني وانا قلت لها مايك ايه؟ مايك في الكنترول روم. انت بتهزري ولا بتتكلمي؟ لا بتكلم بجد. لا انا كده هتسبب في مشكله، انت في ايه؟ مش انا عرفت منين ان الراجل كان مسافر من شهرين؟ انا اللي كده هلبس مشكله. لا انا عرفت منين هو كان من شهرين في الغردقه؟ مش انت اللي قايل لي؟ طب ما هو برده مش صح كده. ما هي سمعت وانا قلت لها طب انا عرفت منين ان جوزها كان مسافر من شهرين؟ انا كده اللي هبقى في مشكله. هما كانوا من شهرين ولا اقل؟ كان من شهر تقريبا. انا عرفت منين ان هو اصلا سافر الغردقه غير منك. مني انا؟ يا دكتور انا كده اللي عرفت منين جوزها.
من كده انت بتحطني انا في موقف وحش. تشابه اسماء. يعني انت قلت لي ان هو كان مسافر الغردقه وانك شفته هناك. اصل الدكتور برضو اكيد عنده حالات كتير وموجود معاه ناس كتير، فاكيد مش هيبقى فاكرني ولا فاكر مدام ولا يعني طبيعي جدا، منطقي قوي يعني. لا لا، هي صدفه طب يا غريبه، جماعة صدفه ماشي. غريبه الحقيقه. وانا بس معلش انا يلا عشان عشان عندي فقره ميعاد فقرتنا بس. ولسه عندي طريق. طيب ماشي. احنا هناخد ارقام بعض عشان مدارس. اكيد. لان انا عايزه اسال عن مدارس في التجمع، فهاخد ارقام بعض. انت ساكنه في التجمع؟ تمام ف... اوكي. وانا حبيت طيب. جدا انا ميرسي. بره يا جماعه إن شاء الله لحد نكون ما أصحاب. تخلصوا بعد اذنكم. ماشي. ماشي. طيب حاضر. طب احنا كده خلاص خلصنا. بس لسه الصوره الفينش. اوكي تمام. نشيل المايكات. ايه يا بابا مالك؟ ماشي. متوتر ليه؟ لا خليك فريش، احنا في رحله. هو ايه الدكتور اللي كل شويه يدخل الاستوديو ده؟ خلاص الدكتور مستعجل عادي، ما انت شايف بيبص في الساعه بعدين مستعجل. مصر ان هو شافني ويعرفني. عادي إيه يا حبيبي، ما انت الكلام الفاضي ده؟ يعني خالد النبوي حاجه وانت مش بتدي على خالد النبوي فيمكن شافك هناك جايز. تصور امبراطورية ميم ولا حاجه. جايز يكون. ومين تاني؟ واللي هو محمد علاء بتاع ايوه بس ده غريب جدا. بين مصر السطور. ان هو شافني، مصر ان هو مدام. خلاص يا ايه الكلام حبيبي. الفاضي ده؟ معلش عادي يا بابا، ايه عبس. المشكله؟ كبر دماغك يعني، كبر دماغك. يقول لي بيهزر ممكن حسام بيهزر يا وسيم. استاذ حسام بيهزر يعني. عادي بس يا غريبه بابا. ان هو شافك في الغردقه يعني. يمكن عشان شافك في الغردقه بتصور، تفتكري؟ ممكن، وارد. بس هو ما شافوش في تصوير. ايه؟ ما شافوش في تصوير. هو بيقول انه شافه في مستشفى. ايه ده؟ مم. يبقى عندك بيبي وتخبى عليا؟ في الغردقه. ينفع ده كلام؟ في الغردقه. واخد الجنسيه هناك واحنا قاعدين. يبقى هاتوا يلعب مع ادم واكمل بقى، عشان اكمل أروح نفسه بيبي. بيبي جديد. طيب حاضر هبعتهولك. طب ممكن تفك المايكات في الاوضه؟ طيب اوكي. احنا الاثنين. لا هو لوحده. هو بس ماشي. أوكي. لسه اكمل كان بيقول لي يا ماما عايز بيبي، فهو جاله بيبي بقى خلاص. ايه ده؟ بوظت لنا الحلقه. أيوة. يعني الموضوع هم حاولوا بكل